السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم أخواتي جئتكم بوصفة جديدة، وكلنا نحبها صغيرا وكبيرا، وهي وصفة الكعبوش أو الصدر كما احنا نقولوا، أو الرفيس التونسي. هذه الوصفة نحتاج منها السميد، نحتاج إلى الغرس أو التمر، هذاك يسموه الغرس، الزبدة البلدي، والسمن، والملح، والعكري أو الفلفل الأحمر الحلو. نتقدري احنا أنا درت هنا 2 كيلو من الغرس. تقدري لهم كل كيلو ديري له 5 كيسان من السميد المتوسط، السميد يسموه التشيشة. هذا السميد هذا تحمصيه جيدا. هو الغرس ديري في جفنة أو في قصعة بعد ما تكوني فورتيه ونقيتيه، نحيتي له الشوائب اللي فيه، خاصة العلف اللي فيه، تفوريه باه يعطيك باه تقدري يجيك هشاش كتعودي تستعملي فيه. تقلي هذا السميد وتكبيه على الغرس هذا، وتحاولي تعركيه كل مرة، تحاولي تعركيه وهو سخن، ما تخليش يبرد. تحاولي تعركي هذا الغرس مع التشيشة هذه أو مع السميد هذا المتوسط. تكملي الكمية اللي عندك، تقلبيه جيدا وهو ساخن. وهو الدهان أو حبيتي تستعملي على السمن البلدي أو حبيتي تستعملي السمن اللي عندك. أنا استعملت هنا السمن البلدي، وإحنا كما نقولوا دهان العرب. حبيتي تستعملي أي زبدة عندك ديريها، تحاولي تعركيه جيدا حتى تتجانس السميد هذا، التيشة هذه تتجانس مع الغرس. تعركيه هو سخن، قلبيه هكذا. حاولي تعركيه، ثم ديري عندك اللي هو العكري، ديري ملعقة ونصف من العكري. حبيتي تزودي، انا محبيتش نديرو جي احمر بياسر، درت مغرف ونصف فقط. وكمية من الملح، نصف ملعقة ملح، ملعقة صغيرة ملح، لان السميد هذا او التشيشة هذه راها ما درتلاش الملح. كاين اخرين يستعملوا الزعتر فيه، انا ما استعملتش الزعتر. كاين يضيفوا له الزعتر، انتي اختياري، حبيتي ديري له زعتر حبيت ما ديرش، انا ما درتلوش زعتر. تعركيه جيدا، اذا رايتيه انه مازال يخصو السمن زيدي ضيفي كميه من السمن او واذا ما هو من احسن ما نديروش الزيت، نديرو السمن احسن، لان السمن يزيد في المذاق تاعو ويكون المذاق تاعو مليح. ثم جيبي الزبدة البلدي او الزبدة تاع العرب او الزبدة اللي عندك، من احسن الزبدة البلدي. بكمية تقريبا 250 غرام زبدة. ولا حبيتي تزودي زودي كما حبيتي. حبيتي تزيدي، كان يشتو الزبدة ياسر في الكعبوش هذا أو الصدار كما حنا نقولوا، تزودي الزبدة معليش. تعركيه جيدا وتنقيه من كل أي علفة فيه، تنحيه، ما تخليش فيه العلف. كاين اخرين يديروا بالعلف تاعو، حنا لا نحوه، نحي العلف تاعو. يعني شفتي يعني نحي اي علفة خليتها تعركيه حتى تدخل الزبدة هذه في الخليط تاع الغرس والسميد. ثم تجيبي الكاوكاو او سميه الفول السوداني، تطحنيه يكون حرش شوية، ديري فيه باه يزيد في المذاق تاعو. المذاق تاعو يكون له طعم جيد. ديريه في جفنة هاك، حبيتي ديري كما هاك، وديري فوق الزبدة، ذري عليه من فوق كمية من الفول السوداني أو كاوكاو، وتقدميه بهذه الشكل.
هذا التقديم الأول. كاين آخرين يحبوه يديروا بطريقة أخرى. أهو شوفي الكابوس تاعنا أهو شيش و جيد، المنظر تاعو هايل، فيه الزبدة بكمية كافية، لما ترصيه يمسك في بعضه، معناها راه مليح. تشكلي حربوش أو يسموه حرابيش، عندك طريقة ديريه في الطول في الجفنة أو تشكلي بهذا الشكل كما حبيتي، انتي اختيارية. هاهو الحربوش تاع الكعبوش أو الصدر، كاين يخرج يقولوا رفيس التونسي، حنا نقولوا في الجزائر نقولوا الكعبوش أو الصدر. هاهو تستفيه في الجفنة كذلك بهذه الطريقة. حبيتي تشكليه شكل آخر، وهذه طريقة تستعملها العروسة عندما تكون في هذا خاص الكعبوش هذا تديه معاه العروسة تكون في العرس. كان بكري يديروه أي طريقة ديري في الجفنة أو تديه عندها كما قوي شفنا حرابيش. أنا طبعته بالمول هذا تاع المقروط، حتى تشكلي على شكل وردات، وتديري فوقه بغيو الخاص بالأكل، بغيو تاع الحلويات. هنا هذا العروسة تنجم تخدمه بهذه الطريقة، تديه معاها في الأسبوع تاعها أو في العرس. هذا اللي درتو بغيو، هذا البغيو هذا الكعبوش هذا نستعمله في المناسبات. إذا كنت في مناسبات تشكلي بهذا الشكل وتديروا له البغيو، تحصلي على هذا النتيجة. انظري الشكل تاعو جا رائع، جميل جدا. أتمنى هذه الوصفة أن تكون قد نالت إعجابكم. ديروا لايك وديروا جيم، وبارك الله فيكم.